عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مصلي بالدجاج، حاجة بنينة برشا على طريقتي أنا. أول حاجة ناخذ طبق نصبوا فيه ما يغطي القاع متاعو زي زيتونة بالطبيعة، ومن بعديكا مش نبداو نرصفوا فيه الخضرة متاعنا اللي هي قطاعة البطاطا. نحطوهم اللوطة علاش؟ باش يطيبوا في ساعة، ماذا بينا ما نحطوهمش الفوق خاطر باش كي يطيبوا ماذا بيهم مرق. دونك احنا توكا باش نحطوهم هما اللي من اللوطة. من بعديكا باش انا صمت اللحم، جوست غطيت باش غطيته بالماء وصمته شوية حتى لين غلاه هكا شوية واللحم تعقم وطاب شوية. تو باش ناخذ المرق هذاك اللي هو شوية كما تشوفوا، باش نحطوا فيه مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة فلفل كحل، زوز مغارف صغار كركم، هيك هو اللي باش يعطيه اللون الأصفر متاعو. مغرفة صغيرة على راس المغرفة، عفوا تابل، وكيف كيف على راس المغرفة كليلو زعتر خاطرو الدجاج بالطبيعة. كما تشوفوا أقل من المغرفة طماطم، المصلي ما يحبلوش برشا طماطم. تويكا باش نصبوه فوق المرق هذايا، باش نصبوه فوق اللحم والبطاطا. هذه اللي باش يخلي كي نصبوه فوق اللحم والبطاطا، هذه اللي باش يخلي الفريتور فيهم. باهي تويكا اذا كان عندك الطماطم كيما تشوف انا بالنسبه لي ما ذابتش في وسط المرق، نحاولوا نذوبوها. تويكا باش نرصف الخضره متاعي اللي هي الجرينات متاع الفلفل وانفاس الطماطم باش يعطيو منظر مزيان وحاجه بنينه برشا للمصلي متاعي. توا المصلي متاعي باش ندخلو الفور 250 درجه لمده 50 دقيقه. بالنسبه للفور متاعي 50 دقيقه، بالنسبه للفورات الاخرين لازم نجربوا. باهي توا المصلي متاعنا طاب بسم الله ما شاء الله كما نشوفوا، الكل مجمر، الدجاج مجمر والفلفل مجمر والطماطم والبطاطا. توا انا قطعت له شويه معدنوس وشويه بصل. علاش نحط فيهم نيين؟ اول حاجه بني فحم قويه برشا تبداو نيين، وثاني حاجه كيف من بعديك انا فما عباد ما تحبش البصل كيفي انا مثلا ما نحبش البصل الني، نولي نعمل كان معدنوس كل واحد وحسب الذوق نتاعو. لهنا انا هزيت في وسط الصحن البطاطا بسم الله ما شاء الله مجمره طيبه في حقها، الطماطم كيف كيف. ماذا بيا تقولوا لي في التعاليق انتم كيفاش تطيبوه المصلي، وتحبوا مصلي الدجاج اكثر ولا مصلي اللحم العلوش ولا اللحم البقري؟ زاد حتى مصلي اللحم البقري بنين، اما مصلي اللحم البقري راهو تحب له ثوم. انا لهنا ما حطيتش ثوم مع الدجاج، نجم انتي تحط ثوم اذا انتي تحبوا به. تويكا ماذا بينا تشتركوا معنا في الصفحة او في القناة، ومرحبا بكم.